قرروا الإبحار داخل غواصة يتم قيادتها بواسطة جهاز التحكم في لعبة ملك النمور الذهبي، فكرة صاحبها إما أبله أو غبي. هذا هو القوة الضاربة، وهذه هي القفزة الضاربة. يصل ارتفاع هذه القفزة إلى 35 مترا، أي ما يعادل مبنى شاهق مكون من 10 طوابق. للقيام بهذه القفزة الضاربة يتوجب عليك أن تكون شجاعا لا جبانا يرتعش مثل عبد المجيد الذي كانت مفاصله ترقص رقصة الهيب هوب ارتجافا وخوفا من كاريزما القيصر الروسي فلاديمير بوتين. هي كما تعلمون احنا بفضل المساعدة كذلك متاع صديقة روسيا. الرئيس الهوكاوي عبد المجيد رائد في المجاملة وللحس يجيد، فقد بلغ به التملق أقصى درجات الاختلاق والمداراة، حيث قال أن الدب الروسي بوتين صديق للعالم وصانع للسلام. أنا استخلص من كلام فخامة الرئيس بوتين أنه صديق للعالم كله، مثل الجزائر، فاحنا نحب العالم كله إلا من يعادينا. هي طرفة من طرائف فخامة الرئيس الهوكاوي ضحك لسماعها رجل الكي جي بي والعدو الأول لأمريكا، التي على حدودها توجد دولة المكسيك، حيث يقوم هؤلاء الشجعان المتهورون بقفزات جنونية من أعلى جرف في أحد شواطئ مدينة آكابولكو المكسيكية بأجسامهم الهشة والعارية، يخترقون صفيحة البحر ويغوصون إلى الأعماق وكأنهم يحاولون إنقاذ غواصة تيتان المفقودة، والتي يوجد بداخلها 5 أشخاص مجانين: رجل الأعمال الباكستاني وولده سليمان داوود، والملياردير البريطاني هاردينغ، والرئيس التنفيذي المنظم لهذه الرحلة، بالإضافة إلى الغواص الفرنسي بول هنري. هؤلاء ال5 من فرط الأموال التي يمتلكونها أرادوا تجربة شيء جديد. قرروا الإبحار داخل غواصة يتم قيادتها بواسطة جهاز التحكم في لعبة ملك النمور الذهبي، فكرة صاحبها إما أبله أو غبي. رحلة الاستكشاف نحو بقايا سفينة التايتانيك الإنجليزية التي سبق وأن عرض فيلم يحكي عن تفاصيل قصتها. هذه السفينة الشهيرة التي غرقت سنة 12,900 مخلفة خسائر بشرية كبيرة، حيث أودت بحياة 1517 إنسان، بالإضافة إلى هؤلاء الأشخاص ال5 الذين أعلن رسميا خبر وفاتهم، بل خبر تفتتهم، لأنهم لم يفارقوا الحياة بسبب نفاذ الأكسجين، بل لأن الغواصة انفجرت بفعل ضغط البحر. وهذا راجع إلى العمق الذي وصلت إليه الغواصة، حيث نزلت إلى عمق 4 كيلومترات لترتفع الحصيلة النهائية لضحايا باخرة التايتانيك إلى 1522 إنسان. قريبا على نتفليكس سنشاهد فيلما جديدا يحكي تفاصيل هذه الواقعة. أهي مؤامرة أم تصفية حسابات أم عطب تقني أم محض حماقة لأثرياء اعتقدوا أن أموالهم ستحميهم من كل المخاطر؟ هؤلاء المجانين أيضا ما يقومون به لا يقل خطورة وجنونا عن أصحاب الغواصة. انزلاق بسيط صغير أو ارتطام بصخرة ما قد ينهي حياتهم، إما غرقا أو موتا أو شللا دائما، كما حدث لهذا الشاب المغربي. الإنسان بطبعه يعشق المغامرات، إما بحثا عن المتعة أو رغبة في إثبات الذات والتفوق على قوانين الطبيعة، إلا أن جسمه محدود وقدراته غير منيعة مهما كانت حساباته دقيقة وأفكاره بديعة. ما يجهله الكثيرون أن الحياة التي وهبك الله إياها هي أمانة لديك، فلا تلقي بها إلى التهلكة حتى ولو قالت لك التحديات لبيك.